المسألة تعرف شيخنا يعني موقف الشيخ مقبل حفظه الله وكذلك الشيخ ربيع حفظه الله تعالى في مجاهدة البدع والأقوال المنحرفة، وبعض الشباب يعني يشكك في قدر هذين الشيخين، فلو كلمة منكم حفظكم الله حول هذين الشيخين ولو باختصار شديد ينفع الله سبحانه وتعالى بها، ويدفع الله عن هذين الشيخين ألسنة كثيرين ممن يريدون بعيبهم عيب الطريق الذي هم عليه. نحن بلا شك نحمد الله عز وجل أن سخر لهذه الدعوة الصالحة القائمة على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح دعاة عديدين في مختلف البلاد الإسلامية يقومون بالفرض الكفائي الذي قل من يقوم به في العالم الإسلامي اليوم. ولذلك فالحض على هذين الشيخين الداعيين إلى الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح ومحاربة الذين يخالفون هذا المنهج الصحيح هو كما لا يخفى على الجميع إنما يصدر من أحد رجلين، إما من جاهل أو صاحب هوى. الجاهل كما سبق في كلمة لك يمكن هدايته بيسر، لأنه يظن أنه على شيء من العلم، فإذا ما تبين له العلم الصحيح اهتدى. ولذلك أنا أقول في كثير من المناسبات أن في بعض الجماعات القائمة اليوم وهم منحرفون عن دعوتنا نرى أن فيهم إخلاصا، فأقول هؤلاء أحب إلي من الذين معنا في دعوتنا لكن يتبين أنهم ليسوا معنا في الإخلاص الذي هو شرط لقبول كل عمل صالح. صلى الله عليه وسلم. أما صاحب الهوى فليس لنا إليه سبيل إلا أن يهديه الله تبارك وتعالى. فهؤلاء الذين ينتقدون الشيخين هما كما ذكرنا إما جاهل فيعلم وإما صاحب هوى فيستعاذ بالله من شره، ونطلب من الله عز وجل إما أن يهديه وإما أن يخصم ظهره. الله أكبر. لكن بالنسبة للشيخ مقبل أنا ما قرأت له كثيرا كما هو الشأن بالنسبة لأخونا الربيع. والربيع يبدو أن نشاطه في الكتابة أكثر من الشيخ مقبل، والعكس تماما، المقبل في الدعوة ومخالطة الناس ودعوتهم إلى الكتاب والسنة ووعظهم وإرشادهم أكثر من الشيخ الدكتور الربيع. أريد أن أقول أن الذي رأيته في كتابات الشيخ أو الدكتور الربيع أنها مفيدة، ولا أذكر أني رأيت له خطأ وخروجا عن المنهج الذي نحن نلتقي معه ويلتقي معنا فيه. ما شاء الله. لكني قلت له في أكثر من مرة في مهاتفة جرت بيني وبينه لو أنه يعني يتلطف باستعمال بعض العبارات، وبخاصة أن الذي يرد عليه قد يكون ممن انتقل إلى حساب الله وفضله ورحمته ومغفرته.
ثم هو من زاوية أخرى قد يكون له شوكة ويكون له عصبة ينتمون إليه بالحماس الجاهلي مش العلمي. فمن أجل هؤلاء ليس من أجل ذاك الذي انتقل إلى رحمة الله عز وجل أرى التلطف في الرد على أولئك الذين خالفوا منهجنا السلفي. أما الناحية العلمية فهي فيه والحمد لله قوية جدا. أما بالنسبة للشيخ مقبل فأهل مكة أدرى بشعابها، والأخبار التي تأتينا منكم أكبر شهادة لكون الله عز وجل قد وفقه توفيقا ربما لا نعرف له مثيلا بالنسبة لبعض الدعاة الظاهرين اليوم على وجه الأرض. نسأل الله عز وجل أن يوفق المسلمين ليتعرفوا أولا على دينهم وأن يكونوا بعيدين عن اتباع أهوائهم. اللهم آمين. ونعم في هذا القدر كفاية. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. وإياكم إن شاء الله. سامحنا شيخنا أن أتعبناك أو يا سيدي كما قال عليه السلام إن أنت إلا إصبع الدميت في سبيل الله ما لقيت. شو لقينا نحن؟ الحمد لله ما لقينا شيء. الحمد لله ما لقينا شيء.